رسميا برشلونة يتعادل مع اتلتيك بلباو تعادل سلبي بنتيجة 0-0 علشان يبقى فارق ما بينه وما بين جيرونا نقطة واحدة بس. لا 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 يا غريبي، لا، برشلونة بتتعادل مع اتلتيك بلباو بنتيجة 0-0 تعادل سلبي، ولكن للأسف برشلونة بتفتقد لاتنين من أهم اللعيبة بتاعتها في خط النص، وهم يعني بدري ودي يونج، أهم اتنين في منظومة برشلونة في خط النص. وللأسف هتفتقدهم غالبا كمان في ماتش دوري الأبطال. لسه فترة، ولكن برضو إن هو خطر الإصابة ممكن يعني تضيع منهم دوري الأبطال كمان. وعلى الناحية التانية جيرونا كمان بيخسر النهاردة قدام ريال مايوركا، علشان يبقى بدل ما كان بينافس على صدارة الدوري يبقى حاليا بينافس على المركز التاني، ان هو في المركز التاني وبرشلونة في المركز التالت، والفرق ما بينهم بقت نقطة واحدة بس عشان ريال مدريد يبقى متصدر على كاتالونيا كلها عموما. جيرونا